إنه مرة ثانية تطلعي تحكي عني رح أجي أنا شخصيا بتمك. لازم نسمع من الطرفين. أنا عم أقول ليش صدرة انقلبت وقعة هيك. العالم يعرفوا إنه هي مو أنا. من هاد كان تعليق الجمهور من بعد دموع شهد. الخلاف بين شهد وسياماند وعائلة البيوتي شكله ما كان خلاف بسيط ولا حتى قصة عيد ميلاد مثل ما كان الكل مفكر، لأنه شهد فجأة كسرت الصمت وطلعت بستوريات نارية وقالت لأول مرة بحكي بعد فترة طويلة من السكوت. السبب سيدرا بيوتي عملت لها بلوك. مو بس هيك، شهد عرضت رسالة قالت انها من سيدرا ووصفتها انها مخلة وغير لائقة، ونشرت جزء منها وقالت انه المكتوب كان كلام بذيء. وهون كانت الصدمة. شهد ظهرت وعيونها مليانة دموع وقالت انها ساكتة من زمان عن المشاكل اللي صارت بينها وبين عائلة البيوتي، وانه اللي كان ظاهر على السوشيال ميديا مو حقيقي وكله فيك، وورا الكواليس كان في شي تاني تماما. بنهاية الستوريات شهد قالت لا تصدقوا كل شي بتشوفوه على السوشيال ميديا لانه الحقيقة مخباية بالعادة. وكملت نحن انا وسياماند بعاد عن المشاكل، خصوصي بعد ما رد سياماند، هذا اهم من اي خلاف. ومن وقتها الجمهور بانتظار رد من سيدرا لحتى يسمعوا وجهة النظر الثانية ويعرفوا الحقيقة الكاملة. بس المشكلة الناس انقسمت لقسمين، ناس وقفت مع شهد وهاجموا سيدرا بشراسة، وناس تانية قالت انه لازم نسمع من الطرفين قبل ما نحكم. يا ترى سكوت سيدرا لحد الآن هو خوف ولا هي محضرة رد رح يقلب السوشيال ميديا؟